مساء الخيرات على متابعين القناة، يا رب تكونوا بأفضل حال. النهاردة هنزل لكم في الفيديو ده خبر جديد عن حلقة يوم 6 يناير من مسلسل أقدار الزواج. الأحداث بقت رائعة جدا، واضح من الصور اللي نزلت والكواليس ان عليا وريا تم طردهم من منزل رامبير، وطبعا عليا مش هتستسلم واكيد هتزور شيء تاني على براتشي لانها كانت واقفة مع شخص وجايبة معاها ظرف. واضح ان ده شيء بيدين براتشي طبعا بالتزوير، لان عليا مش هتستسلم بالسهولة وطبعا اكيد هتكتشف شيء عشان يقلبوا على براتشي. حلقة يوم 6 يناير بتقول ان عليا قالت انهم افسدوا حياة ريا الخاصة، وان الحلم اللي كانت ريا بتحلم بيه هو كمان حلمها مهما كانت تريد، وان كل شيء الان اصبح في يد براتشي وكل شيء ذهب لبراتشي. وطبعا عليا لا تستطيع رؤية الامر ده، وكمان لا تستطيع ان تراها سعيدة مع رامبير. برافي هترد عليها وهتقول: في الواقع لدي اعلان لقوله، اريد ان اخبر الجميع بان براتشي هي مجرد زوجة ابني. وطبعا ريا كمان هتشوف بطاقة استقبال برامبير، يعني بطاقة استقبال براتشي ورامبير، وهتقول عليا انهم دعوا اشخاص اقل ولكنهم دعوا اشخاص مهمين، كما لو انهم خائفون من العيون الشريرة ولكن لدي عيون شريرة عليهم. وهتدخل قصر كوهيلي. هسيب لكم الصور دي على منتدى القناة لو حابين تشوفوها، ولكن الصور دي موضحة ان حالة ريا سيئة جدا وانهم قاعدين في مكان غير قصر كوهيلي. طبعا هينطردوا من هناك بعد ما براتشي هتكشف كل ألاعيب ريا امام العائلة كلها، وطبعا مش هتستسلم. ودي كانت الاحداث اللي نزلت بخصوص مسلسل اقدار الزواج حلقة يوم 6 يناير. اتمنى الاحداث تنال اعجابكم، وشكرا ليكم على المتابعة.